السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد وقصة جديدة. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا القضية ديال اليوم ماشي بحال باقي القضايا، حيت اليوم غادي نمشيو للمغرب، والقضية ديال واحد السيد اللي كيتعتبر هو اخطر قاتل متسلسل داز في التاريخ ديال المغرب، اللي الاسم ديالو الحاج محمد المسفيوي. وهذا السيد اللي كيتعتبر من اخطر المجرمين اللي دازوا في التاريخ ديال المغرب كيف ما قلت لكم، لدرجه ان البنات كاملين ديال المغرب اللي كانوا في ديك الوقت كانوا كلهم كيخافوا من هذا الاسم هذا ديال الحاج المسفيوي، اللي يمشيو شي نهار يخرجوا ويتلقاوه او اللي يخرجوا فيه ويمشي يدير لهم نفس داك الشيء اللي كيدير البنات الاخرين. وبسبب هاد الجرائم هادو كاملين اللي دار، ملي تشد تنفذت في حقه اغرب واقوى وابشع طريقه اعدام داز في التاريخ ديال المغرب. فشكون هو الحاج محمد المسفيوي، وشنو هما هاد الجرائم اللي دار، وكيفاش دار قتل هاد 36 بنت كاملها؟ هادشي كامل اللي غادي نعرفو في هاد الفيديو هذا. ولكن قبل ما نبداو كيف العاده ما تنساوش خليو معكم واحد لايك، كومونتير وبارطاجيو الفيديو، واللي مازال ما مشاركش يشترك في القناه ويفعل مع داك الجرس باش يبقاو يوصلوك الفيديوهات الجداد انت الاول. يلا دابا ندوزو للقضيه ديال هذا النهار، نبداو على بركه الله. القضيه ديالنا ديال اليوم كتبدا بالتحديد في القرن العشرين، وبالضبط في عهد السلطان مولاي عبد العزيز ابن الحسن الاول. والسلطان عبد العزيز في ذاك الوقت كان تولى الحكم وهو مازال صغير في السن، وبحكم هذا الشيء هذا المغرب في ذاك الوقت والشعب المغربي كان كيعيش وحده من اصعب الظروف اللي داز عليهم، خصوصا ان السلطان مولاي عبد العزيز في ذاك الوقت كان كيبقى يتسلف من الدول بزاف، وكان كيعمر عليه الديون بزاف باش كيشتري شي حوايج اللي تافهين وما عندهم حتى شي علاقه. يعني كان كيتسلف الفلوس من البلدان بزاف باش كيشري شي حوايج اللي ما غادي يفيدوا في الدوله في حتى شي حاجه. كان مثلا كيمشي يشري واحد الالات بخاريه في اوروبا كيخدموا بالبخار في ذاك الوقت، وكان الثمن ديالهم غالي، وهو كان كيتسلف الفلوس وكيشريهم واخا ما كيستافد منهم حتى شي حاجه. وبالنسبه للشعب يعني كيخليوه، يعني ما على بالهمش بداك الشيء. هو اللي باغي هو انه كيتسلف الفلوس وكيمشي يشري الات وكيشري شي تخربيق اللي ما كيفيدوه في حتى شي حاجه. المهم كيتسلف الفلوس ويمشي يشري اللي بغا. وتما المغرب تزادوا عليه الديون بزاف بسبب هاد الكريديات هادو، وغلات المعيشه ديال بصح. تما الشعب ما بقاش قاد على هاد الشيء نهائيا، وكاين شي وحدين ولاو كيبعدوا على الطريق ديال الدوله، وشي وحدين بقاو لاصقين مع الدوله. يعني بحال اللي تقول المغرب تقسم لجوج ديال النواع. النوع الاول كانوا مسميينه بلاد المخزن، والنوع الثاني مسميينه بلاد السيبه. يعني تقسموا لجوج ديال الانواع، المغرب تقسم لجوج. بلاد المخزن كانوا يعني مع الدوله، يعني كانوا باغيين داكشي اللي غادا فيه الدوله، يعني متفقين مع داكشي، ما عندهمش مشكل هما في المعيشه او في شي حاجه. كانوا كيخلصوا عليهم، كانوا كيخلصوا على راسهم الضرائب، كانوا كيديروا داكشي اللي كتقول لهم الدوله كيديروه، بمقابل ان الدوله تحميهم، يعني تحميهم ما يوقع لهم شي حاجه. اما بالنسبه للبلاد السيبه هادوك كانوا ما كيخلصوش الضرائب وما كانوش كيسمعوا الهضره اللي كتقول لهم الدوله، والدوله قالت لهم الا نتوما ما كتسمعوليش انا ما غاديش نحميكم. يعني هاد بلاد السيبه ما كانتش محميه كاع من طرف الدوله، وبلاد المخزن كانت الدوله حامياها، بالمقابل كيخلصوا الضرائب ديالهم وكيسمعوا الهضره ديال الدوله وكيسمعوا الهضره ديال المخزن. والمشكل من هذا الشيء كامل هو ماشي هذا الشيء، هو ان الجريمه وقعت في بلاد المخزن اللي الدوله كتحميهم. يعني بلاد السيبه اللي ما كتحميهمش الدوله ما وقع فيها حتى شي حاجه، الجريمه وقعت في بلاد المخزن. يعني الناس اللي اختاروا انهم يكونوا مع المخزن ومع الدوله وقالت لهم الدوله بانني غادي نحميكم، ثم فين وقعت هذه الجريمه هذه. المرتكب ديال هذه الجريمه هذه اللي كنهضروا عليها اليوم كيف ما قلت لكم من قبل، الاسم ديالو الحاج محمد المسفيوي، وطبق هذه الجريمه ديالو باحد المنازل في مدينه مراكش. تولد الحاج محمد المسفيوي في مدينه اسفي، داك الشيء علاش كانوا مسميين عليه المسفيوي بحكم مدينه اسفي. اما بالنسبه للتاريخ ديال الميلاد ديالو فوقاش تزاد ما معروفش، حيت بطبيعه الحال في ذاك الوقت ما كانش مثلا اللي تزاد كيقيدوها فوقاش تزاد. يعني الناس كاملين اللي تزادوا في ذاك الوقت
ما معرفش فوقاش تزادوا، حيت ما كان ديك الساعات لا حاله مدنيه لا حتى شي حاجه. الحاج المسفيوي في الصغر ديالو قرا في المسيد بحال باقي الدراري، كيمشي للمسيد وكيقرا على راسو، وكان عايش وسط واحد العائله عاديه، يعني ما عندهمش وما خصهمش، وكان عنده 4 ديال خوتو، وكان هو الولد الصغير وسطهم تما، بالاضافه لانه كان هو اللي ولد، يعني البقيه ديال خوتو كلهم كانوا بنات وكان هو اللي معاهم تما ولد. الحاج المسفيوي ما دوزش شي طفوله اللي صعيبه، يعني دوز واحد الطفوله اللي مزيانه، كان كيقرا في المسيد، كان كيمشي بعض المرات مع باه كيعاونوا في الخدمه وكيعلموا الحرفه. الاب ديالو كانت المهنه ديالو خراز، كان كيمشي يعاونو وكيتعلم، كيشوف وكيتعلم الحرفه. واحد النهار الحاج المسفيوي من بعد ما كبر، يعني قبل ما يكون حاج كان مازال صغير، من بعد ما كبر مشى مع الاب ديالو واحد النهار للحج. الاب ديالو كان غادي للحج وهو مشى معاه. وكيف ما كنعرفوا كاملين بان في ذاك الوقت ما كانش يعني شي حاجه اللي توصلك دغيا، يعني مثلا تمشي في طياره او تمشي شي حاجه اللي غادي توصلك دغيا للحج. يعني الناس كانوا كيشدوا القافله وكيركبوا على الجمال، ايوا كيتحركوا كيضربوا الايام على رجليهم باش يلاه يوصلوا للمكان. هي هذيك الحاج المسفيوي هو والاب ديالو شدوا جمعوا القافله ديالهم ايوا تمشاو غاديين، ما عرفت شحال هما غاديين بجوج بيهم. شويه في واحد الوقيته الاب ديال الحاج المسفيوي كيفارق الحياه ديالو في وسط الطريق، والمشكل هو انه غادي مع الاب ديالو للحج، والاب ديالو فقد الحياه ديالو في الوسط ديال الطريق، يعني ما عنده حتى شي حل واحد اخر من غير انه دفنو تمايا ايوا وكمل الطريق ديالو. هي هذيك الحاج المسفيوي دفن الاب ديالو تمايا في الوسط ديال الطريق وكمل الطريق ديالو للحج. ايوا ديك الساعات ملي وصل للحج تما فين هاد غادي تولي السميه ديالو الحاج المسفيوي. ملي وصلت الخبار للام ديالو بان الاب ديالو فقد الحياه في وسط الطريق وهو غادي للحج، ما قدرتش تصبر حتى هي على هذا الخبر هذا، ايوا فقدات حتى هي الحياه ديالها. يعني الام والاب ديال الحاج المسفيوي بجوج بيهم فقدوا الحياه ديالهم. تما الحاج المسفيوي كتزيد الحياه ديالو تأزم ماديا ومعنويا، وهذا الشيء اللي يخليه انه يقرر يمشي لمدينه مراكش باش انه يقلب على شي خدمه تمايا باش يلقى ما ياكل، حيت دابا ما بقى عنده حتى شي حد، ناض خصو ضروري يقلب على راسو باش يلقى ما ياكل. المهم غير مشى الحاج المسفيوي لمدينه مراكش، سكن تما في واحد الدار في المدينه القديمه ديال مراكش، وديك الدار كان فيها واحد الحانوت. الحاج المسفيوي ديك الساعه طاحت له واحد الفكره في بالو، قال علاش ما نفتحش هذا الحانوت هذا اللي عندي في الدار، يعني ونستثمر فيه زعما يخدم فيه ويبقى يلقى ما ياكل. داكشي اللي دار، ناض فتح داك المحل، دار فيه الحرفه ديال الاب ديالو اللي كان خراز، يعني دار نفس الخدمه ديالو، ايوا جلس تما كيترزق الله، ايوا كيدبر على النهار ديالو، كيلقى ما ياكل بعدا وباش يعيش. وبعدا واحد المعلومه اللي مهمه بزاف باش تعرفوها من دابا، داك الدار اللي سكن فيها الحاج المسفيوي كان فيها واحد البير لداخل، وداك البير كان ناشف ما فيش الماء نهائيا. البير غارق ولكن ناشف وما فيش الماء نهائيا، كان في الوسط ديال الدار ديال الحاج المسفيوي. عقلوا على هذه المعلومه هذه حيت غادي نعاودو نشوفوها في هذا الفيديو. شويه الحاج المسفيوي بقى كيفكر، قال اجي انا قاري، بحكم ان قلت لكم راه قرا في المسيد، قال انا قاري علاش ما نوضش نشوف شي خدمه اخرى موازاه مع الخدمه ديال الخراز، يعني يبقى يدخل فلوس كثر. وبحكم ان الناس ديك الساعات ما كانوش ناس قاريين بزاف، كان الحاج المسفيوي في ديك البلاصه كان شخص قاري، يعني كانت عنده قيمه زوينه تمايا. ناض دار كاتب عمومي، خدم تما كاتب عمومي بالاضافه للخراز. ايوا تما المسفيوي كتدخلوا الفلوس كبيره ديال بصح، من بعد ما دار كاتب عمومي دخلاتو الفلوس كبيره ديال بصح، ولا هو الكاتب العمومي ديال ديك المنطقه كامله اللي هو فيها. واخا هكاك، واخا يعني كان عزيز على الناس وكانوا كيتعاملوا معاه بزاف، كان كيبان لهم بانه ماشي شي شخص اللي عادي، يعني ماشي شي شخص اللي طبيعي 100%. وفي هذه الحقبه من الزمن مدينه مراكش بدات كتدخلها الثقافه الاوروبيه، وبداو كيدخلوا ضيور ديال الدعاره لمراكش، بداو كيدخلوا لتما. يعني مراكش ولات كتدخلها الدعاره بزاف في ديك الوقيته. وبحكم ان الحاج المسفيوي كان ممزوج في ديك الوقت،
تعرف على واحد السيده الاسم ديالها حنة الرحاله، وهي كانت واحد الوسيطه في هذا الشيء ديال الدعاره. وهاد السيده هذه كانت كتبقى تجيب للحاج المسفيوي البنات، يعني اللي طلبها منها كتجيبها له، بالمقابل هو كان كيتهلا فيها مزيان، بحكم ان في ذاك الوقت كيف ما قلت لكم خدم في داك الكاتب عمومي، كان كيدخل مزيان، كان كيبقى يتهلا فيها حتى هو مزيان. ففين ما كان كيطلب لها شي حاجه ولا كيقول لها جيب له شي بنت، كدير له اللي بغا وكتجيب له اللي بغا، حيت عارفه ان في الاخر كيتهلا فيها وكيدور معاها مزيان. واحد النهار الحاج المسفي عيط لها، قال لها بغيت نهضر معاك. مشات عنده، قال لها ما بقاش باغي ديك البنات اللي كتجيب له، يعني ديك البنات اللي كتجيب له ما بقاش باغيهم، ولا باغي شي بنات يكونوا مازالين صغار في السن، يعني يكون عندهم اقل من 20 عام، ما بقاش باغي هو ديك البنات اللي كتجيب له هي ديك الساعات بقات غير كتشوف فيه. قالت له ما يمكنش، قالت له حيت البنات صغار ما داخلينش لهذا الشيء، هذا بنات صغار ما كاينينش في هذا الشيء ديال الدعاره وهذا الشيء، ما عنديش من غادي نجيبهم لك. ديك الساعات الحاج المسفوي بقى كيقول لها لا الا جبتيهم غادي نبقى نتهلا فيك مزيان، غيشوف كي ديري، وبقى كيقنعها، بغى يقنعها باش دير له داك الشيء اللي بغا. وكان كيقول لها الا ما جبتيليش راه ما تبقاي تدوري بيا، ما نبقى ندور بك. قال لها جيبي لي بنات اللي يكونوا مازالين صغار. وبحكم ان هي كان كيتهلا فيها مزيان، يعني ما قداش ترفض له الطلب ديالو، ما قداش تخسرو، يعني مشات كتقلب له وكتشوف مين غادي تجيب له هاد البنات هادو، واخا هي عارفه بان هاد الشيء صعيب، وعارفه بان البنات يعني في هاد العمر هذا ما كاينينش في هاد الشيء ديال الدعاره. ومشات كتقلب يعني باغا دير له خاطر، يعني ما باغاش تخسرو. حنا الرحاله رجعات عند الحاج المسفيوي، قالت له بانها ما لقاتش، قالت له هاد النوع ديال البنات اللي بغيتي راهم صغارين وما كاينينش، قالت له بانها ما لقاتلوش كاع. ايوا هنا الحاج المسفيوي بقى كيفكر شويه، طاحت له في بالو واحد الفكره جهنميه. اشنو هي هاد الفكره؟ قال الحنه الرحاله، قال لها بانه عنده واحد العشوب كينعسو، بان غادي يجيب واحد العشوب كينعسو. قال لها انت غير جيبي البنات، يعني جيبي البنات من ما جبتيهم وهو مشى سوقو، المهم غير تجيب له البنات وتدخلهم لعندو، هو غادي يشوف كي يدير، يعطيهم ديك العشوب وهما غادي ينعسوا له. ملي غادي ينعسوا له ديك الساعات غادي يدير ما بغا. حنا الرحاله في الاول جات هذه الخطه في شكل وصعيبه وما كانتش متقبله هذا الشيء، ولكن في الاخر وافقات بحكم انها ما بغاتش تخسر الحاج المسفيوي، حيت كان كيتهلا فيها مزيان. داك الشيء علاش وافقات له على الطلب ديالو. ولات ديك الساعات حنا الرحاله كتمشي للساحه ديال الفنا، كتبقى واقفه تما، هي الا بنت ليها شي بنت جايه من المدرسه او شي حاجه، كتقول لها اجي بنتي عاونيني هزي معايا، كدير راسها بحال راه مثلا جايه من السوق ولا شي حاجه، كتقول لها بنتي انا ما قاداش نهز بوحدي، اجي هزي معايا ووصلي معايا للدار. وغير كتوصل مع هذيك البنت داك الشيء للدار، حنا الرحاله كتعرف ديك البنت على الحاج المسفيوي، بحكم زعما ان الحاج المسفيوي ولدها، كتقول ديك البنت بان الحاج المسفيوي راه ولدها، وكتعرفه على ديك البنت زعما، يعني كيكذبوا على ديك البنت، كيبينوا لها بان راه الحاج المسفيوي هو الولد ديال حنا الرحاله، باش ديك البنت كاع ما تمشي تعاقب شي حاجه. وحنا الرحاله ديك الساعات كتبقى ترغب البنت باش تدخل تشرب معاهم كاس ديال اتاي، كتقول لها غادي تدخلي تشربي معايا، انتي عاونتيني وهزيتي معايا وصلتي معايا حتى للدار، دخلي تشربي معايا كاس اتاي، وديك الساعات الا بغيتي سيري بحالك سيري. البنت ملي كتشوف مراه كترغبها بحال هكاك، مراه كبيره عليها كترغبها بحال هكاك، كتوافق صافي وكتدخل باش تشرب معاهم كاس ديال اتاي. ديك الكاس ديال اتاي اللي كيعطيوها كيكونوا مصاوبين فيها هما ديك العشوب اللي كينعسوا. ايوا البنت غير كتجلس معاهم كتشرب ديك الكاس ديال اتاي، البنت كتلف صافي وكتدوخ كتسخف، ما كتبقى عاقل على حتى شي حاجه وكتفقد الوعي. ايوا ديك الساعه حنا الرحاله كتخرج وكتخلي الحاج المسفيوي مع ديك البنت كيتعدى عليها وكيدير فيها ما بغا. وإلا مشات تفاقد ديك البنت ولقات بان الحاج المسفيوي كيتعدى عليها، كيشدها وكيخنقها في بلاصتها وكيقطعها طراف طراف وكيلوحها في ديك البير اللي قلت لكم في الاول، عنده واحد البير لداخل في الدار ناشف، كيقطعها طريفات ويلوحها تما، او اللي يدفنها في واحد البلاصه من مور الدار ديالو، داير تما واحد البلاصه كيدفن فيها البنات، يا اما يدفنها تما ولا يقطعها ويلوحها في البير. الحاج المسفيوي كيبقى على هذا الحال لمده 8 سنين. 8 سنين هو كيدير ما بغى، وما كاينش شي واحد عاقبيه اولا شي واحد جا طلع عليه، حيت في ذاك الوقت ما كاين شي حاجه سميتها البوليس ولا كان المخزن، يعني وكان المخزن اكثريه فيهم يعني ما
يعني ما كيعطيوش شي اهتمام بزاف، وما كاينش شي وسائل حديثه اللي غادي يعاونوهم او لا، يعني كانت نايضه السيبه. في ذاك الوقت الساكنه ديال مراكش بقاو كيلاحظوا اختفاء ديال البنات بزاف، ها اللي مشات تقرا ما رجعات، ها اللي مشات تسخر ما رجعات، ها اللي مشات عند صاحبتها ما رجعات. يعني شي حاجه غريبه، هادي 8 سنين وهذا الشيء كيوقع. وكيف ما قلت لكم ديك الساعه ما كانش البوليس، كانوا المخزن، وكانوا قلت تقريبا كلهم خدامين في دار الباشا. وملي كيمشيو الناس عند المخزن كيقولوا لهم راه بناتنا راهم اختفاو وشوفوا لنا شي حل، ما كيديوش فيهم، كيقولوا لهم كون ما خليتوهمش يخرجوا ما كانوش غادي يوقع لهم هذا الشيء، يعني وكيصيفطوهم بحالهم. وبحكم هذا الشيء الحاج المسفيوي كان عاجبو الحال وكيدير ما بغا، حيت عارف بان حتى شي واحد ما غادي يجي يهضر معاه لا مخزن لا حتى شي حاجه، كيدير ما بغا حتى هو. بقات الايام غاديه على هذا النحو هذا، الحال نهار حاله كتجيب الحاج المسفيوي البنات، حتى لواحد النهار طاحت على واحد البنت وبغات انها تجيبها للحاج المسفيوي، ولكن هاد البنت ماشي بحال بقيه البنات، هاد البنت بنت واحد الجزار اللي معروف في مدينه مراكش. وهاد الجزار هذا كانت هذيك هي بنته الوحيده، بالاضافه لثلاثه ديال الدراري، كان عنده ديك البنت زائد ثلاثه ديال الدراري واحد اخرين. ملي لاحظ الجزار بان البنت ديالو اختفات، مشى بطبيعه الحال في الاول عند المخزن كيبلغ، ما داوهاش فيه كيف ما قلت لكم. صافي ملي ما داوهاش فيه قرر على انه يتكلف بهذه القضيه الراسه. ديك الساعه الجزار ناض، جمع الوقفه وجمع ولادو، ايوا وخرجوا كاملين كيقلبوا على البنت ديالهم بلاصه في بلاصه في مدينه مراكش. بقاو كيقلبوا شويه كيوصلوا عند واحد البياع، واحد الشخص كيبيع في الساحه ديال جامع الفنا، شي واحد كيبيع في الساحه ديال جامع الفنا. مشاو عنده كيسولوه على البنت ديالو، مشاو عنده يسولوه السلام عليكم السلام عليكم واش شتي هاد البنت هادي؟ قال لهم هاد البنت راني شفتها البارح غاده مع واحد السيده سميتها حنا الرحاله. قال لهم بان شافهم بجوج بهم داخلين المدينه القديمه. مشاو ديك الساعات الاب وولادو مشاو كيقلبوا على هاد حنا الرحاله في السوق، بقاو كيقلبوا عليها ما لقاولاش الاثر نهائيا. هاد الشيء حيت حنا الرحاله ملي كانت كتجيب شي واحد الحاج المسفيوي ما كانش كتبقى في المنطقه ديالها، كانت كتمشي يعني كتغبر يومين 3 ايام كل مره وشحال حتى كتبرد القضيه، عاد كتعاود عاوتاني تجي عاوتاني تجيب له شي بنت واحده اخرى، يعني باش كاع ما يعيقوا بها. ايوا الاب وولادو ملي ما لقاوش البنت ديالهم تما بغاو يرجعوا بحالهم، ولكن واحد الولد يعني واحد خو هاد البنت، يعني واحد من الخو ديال هاد البنت بقى في السوق حادي حنا الرحاله حتى ترجع. الاب والولاد الاخرين مشاو وداك الولد بقى جالس في السوق حاضي حنا الرحاله حتى ترجع. ايوا بقى جالس تما وقيلا ما شي يومين وقيلا 3 ايام هو جالس تما، هو كيدور تما حاضيها حتى ترجع. شويه كتبان له بان حنا الرحاله رجعات ودخلت للسوق. وحنا الرحاله اصلا كان معروف عليها وسيطه، يعني في الدعاره معروف عليها هذا الشيء، بالاضافه لان حنا الرحاله كانت معروفه بانها سمساره، يعني مثلا شي واحد بغى يبيع شي حاجه لشي واحد هي كتدخل سمساره في وسطهم وكتبيع هذا لهذا. ايوا ملي كيكمل البيع هي كتاخذ الربح ديالها اولا كيدوروا معاها، المهم كتخرج رابحه معاهم. هنا هذا الولد هذا اللي هو خو ديك البنت هنا تصرف بذكاء، دار واحد الحيله اللي بين بها حنا الرحاله والحاج المسفيوي على حقيقتهم. انا متاكد ان غادي يعجبكم شنو دار. مشى عندها وقال لها السلام عليكم، قالوا لي بلي نتيا يعني سمساره وانا بغيت نبيع شي حاجه لشي واحد، وبغيتك تمشي معايا للدار باش تشوفي هادشي اللي بغيت نبيع وتشوفي واش الثمن اللي طالب فيه انا واش الثمن معقول ولا لا، ورانا غادي نتهلا فيك مزيان، يعني الا كملت هاد البيعه والشريه غادي نتهلا فيك مزيان. هي ديك الساعه حنا الرحاله بقات كتشوف فيه، قالت له صافي يعني غتمشي معاه للدار تشوف هادشي اللي باغي يبيع هو، وإلا كملت البيعه راه قال لها غادي يتهلا فيها. صافي مشات معاه للدار باش تشوف هادشي هذا. شويه حنا الرحاله هي والولد وصلوا للدار، دخل هو وياها دخلها لواحد البيت، قال لها تسني هنايا انا غادي نمشي نجيب داكشي اللي باغي نبيع ونجيبو نوريه لك. شويه هو على ما يمشي يجيب داكشي اللي قال لها باغي نبيعو مشى عيط لباه وعيط لخوتو، ايوا جابوا معاهم العصي ودخلوا عندها لديك البيت. ايوا بقاو عليها، بقاو يضربوا فيها حتى اعترفت بداك الشيء اللي دايره واللي ما دايره، اعترفت لهم بكل شيء شنو كاين وشنو واقع.
ايوا ملي ضربوها مزيان وعطاوها مزيان، شدوها وداوها لدار القاضي باش تعترف بالجرائم كاملها اللي دارت هي والحاج المسفيوي. مشات لدار القاضي واعترفت لهم بكل شيء، بشنو دارت هي وشنو دار الحاج المسفيوي، واعترفت لهم باي حاجه داروها بجوج اعترفت لهم بها. وديك الساعات مشاو للمخزن، جابوا الحاج المسفيوي لعندهم، ايوا بداو معاه التحقيق، بقاو كيسولوه فين درتي البنات اللي جابت لك حنا الرحاله، شنو كنتي كدير ليهم، ملي كنتي كتعدى عليهم شنو كنتي كدير ليهم، شنو هادي، يعني فين درتيهم، واش قتلتيهم، شنو درتي لهم، يعني سولوه على كل شيء شنو دار. في الاول بعدا عطاوهم بجوج واحد القتله ديال العصا باش ملي يسولوهم يجاوبوهم على اي حاجه داروها. عطاوهم قتله ديال العصا مزيان باش يعترفوا بشنو داروا، حيت التحقيق شحال هادي صعيب شويه على ديال دابا، كانوا كيضربوا بزاف، يعني شدوهم عطاوهم مزيان باش يعترفوا بداكشي اللي داروا، لدرجه ان حنا الرحاله ملي كانوا كيضربوها باش تعترف بقوه العصا اللي عطاوها فقدات الحياه ديالها. ايوا بقى الحاج المسفيوي بقاو كيعطيوه حتى اعترف لهم داكشي كامل اللي دار. صافي اعترف لهم كيفاش كانت كتجيب له حنا الرحاله البنات، شنو كان كيدير ليهم، ملي كان كيقتلهم فين كان كيحطهم، يعني كل شيء. ايوا ديك الساعات المخزن مشاو للدار ديال المسفيوي، قلبوا فيها، لقاو بان 20 بنت مقتوله ومريوحه في البير، و16 بنت مقتوله ومدفونه مور المنزل ديالو في واحد البلاصه وراء المنزل ديالو، يعني المجموع 36 بنت كاملين. ديك الساعات الخبر انتشر كيطير في مراكش وفي المغرب كامل، انتشر الخبر والناس كلهم ناضوا كيهضروا كيحيحوا كيطالبوا باقصى العقوبات للحاج المسفيوي وكل شيء كيهضر عليه. وهذا الشيء اللي خلى القاضي يحكم على الحاج المسفيوي بالاعدام صلبا. واللي ما كيعرف شنو هو الاعدام صلبا، هو واحد الطريقه من الطرق ديال الاعدام قديما، وهي كانوا كيشدوا المجرم اللي دار الجريمه وكيعلقوه قدام الشمس وكيبقى يدوز تما حياته كامله هو معلق تما حتى يفارق الحياه. كيف ما كتشوفوا في هذه الصوره اللي رحت لكم قدامكم، يعني بهذه الطريقه هذه ملي يخرج القرار في حق المسفيوي، يعني هذا الحكم هذا، ناضوا شي سياسيين وشي دبلوماسيين اوروبيين كيهضروا على هذه الطريقه ديال الاعدام، وبقاو كيقولوا بان هذه الطريقه ديال الاعدام هذه طريقه عدوانيه وهذه طريقه قديمه وما خصهاش تبقى تطبق، يعني هذه الطريقه هذه قديمه وعدوانيه ما خصهاش تبقى تطبق. وبحكم ان المغرب ديك الساعات كان عليه كيف ما قلت لكم في الاول ديون بزاف من الدول الاوروبيه، يعني وافق على الهضره ديالهم وقرر على انه يبدلوا الحكم ديال الاعدام للحاج المسفيوي، بدلوه بواحد الحكم واحد اخر. هو غادي يبقى اعدام ولكن بدلوه بواحد الحكم واحد اخر. ولكن واخا بدلوا العقوبه ديال الاعدام بعقوبه اخرى، يعني داروا له واحد العقوبه اللي غريبه، يعني كتعتبر من اغرب واقصى العقوبات ديال الاعدام اللي دازوا في تاريخ المغرب. وهذا الشيء هذا كله داروه باش يكون عبره للناس كاملين اللي كيتفرجوا، حيت داروا له الاعدام قدام الناس وما كيتفرجوا، باش يكون عبره للناس كاملين، باش حتى شي واحد ما يفكر انه يدير شي حاجه بحال هذا الشيء هذا. وقبل ما يصدروا، يعني قبل ما يطبقوا الحكم ديال الاعدام في حق المسفيوي، كانوا كيعذبوه بواحد الطرق ديال العذاب اللي في شكال عاوتاني. فمثلا كانوا كيشدوه وكيركبوه على واحد الحمار وكيطلقوه وسط الناس، والناس كيبقاو يشدوا الحجر وكيبقاو يشيروا عليه بالحجر. وعاوتاني بعض المرات كانوا كيشدوه كيديوه لساحه الفناء وكيحطوه تما وكيشدوا المخزن واحد العصيات ديال الحديد وكيبقاو يضربوا فيه الكتاف وكيبقاو يضربوا فيه الكتاف، حتى ولا الحاج المسفيوي تلقاه كيقول في بالو غير يعدموه يقتلوه وما بقاوش يعذبوا فيه هكا. وبقات الامور على هذا الحال حتى وصل اليوم ديال الاعدام. تما الحاج المسفيوي غيكون قال في بالو مزيان، المهم جات العقوبه ديال الاعدام، المهم غادي يعدموه وغادي يتهنى من العذاب، ما يبقاوش كيعذبوا فيه كل نهار. شويه وهما دينوا باش يطبقوا في حق العقوبه ديال الاعدام، كيلقاهم بان حافرين واحد الحفيره صغيره في الارض. تما بقى غير كيشوف، هو ما عرف شنو غادي يوقع. شدوه هما ديك الساعات وحطوه فوق ديك الحفيره، يعني هي واحد الحفيره صغيره حطوه فوقها على طولته، وبداو كيبنيو عليه، يعني بداو كيبنيو عليه بحال واحد البويات صغيور كيبنيوها عليه. بقاو كيبنيو عليه، غطاوه كامل، خلاو غير واحد تقيبه صغيره من كيتنفس. ايوا وخلاوه تما مغطي كامل، بناو عليه غطاوه كامل
وخلاو له ديك البلاصه من كيتنفس وخلاوه تما، والناس كاملين جالسين كيتفرجوا عليه. ايوا بقى تما واحد الايام، وبحكم بان كان الصيف بزاف، كان الشمس والحراره بزاف ديك الساعات في مراكش، من بعد واحد الايام الناس ما بقاوش كيسمعوا الصوت ديال الحاج المسفيوي كاع، ما بقاوش كيسمعوا الصوت ديالو لداخل. تما عرفوا بان الحاج المسفيوي صافي راه فارق الحياه. ديك الساعات مشاو للمخزن وريبوا داكشي اللي كانوا بانيين عليه. ايوا ديك الساعات المخزن خرجوه من تما جثه، ومشاو ودفنوه بلا سميه، يعني دفنوه غير هكاك خلاوه. وهادشي هذا كامل داروه قدام الناس باش الناس يشوفوا شنو وقع، ويشوفوا شنو هي العقوبه ديال شي واحد الا دار بحال ديك الجريمه، باش ما تتعاودش مره واحده اخرى نهائيا. يعني كيف ما شفتوا يعني عذبوه وعدموه وداروا له هادشي كامل قدام الناس، غير باش شي واحد كيف ما قلت لكم ما يتجرأ يدير نفس هاد الجريمه اللي دار هو. ايوا المهم الاخوان كيف ما كتشوفوا كانت هذه هي القصه ديال الحاج المسفيوي، اللي كيتعتبر واحد من اخطر المجرمين اللي دازوا في المغرب. يعني كيف ما شفتوا الجريمه اللي دار كيفاش دايره. كنتمنى تكون هاد القصه عجباتكم. ما تنساوش تكتبوا لي في الكومنتيرات هاد الطريقه ديال الاعدام اللي داروا له واش يستاهلها او يستاهل اكثر، او نتوما شنو نظركم في هادشي هذا كامل اللي وقع. والمهم كيكون الفيديو ديالنا ديال هاد النهار ساهله، كنتمنى يكون عجبكم. الا عجبكم الفيديو كيف ما قلت لكم خلي معكم واحد لايك، ابوني، بارطاجيو الفيديو، شي كومونتير زويون، وفعلوا زر الاشعارات باش يبقى يوصلكم الفيديو نتوما الاولى، وبارطاجيو الفيديو. كان معكم محمد الصغير، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام.